مبروك للنادي الأهلي على الفوز، فاز بهدفين مقابل لا شيء على طلائع الجيش. الهدف الأولاني جابه جريديشار، والهدف الثاني جابه مروان عطية. طبعا انت لازم كمشجع أهلاوي تعرف الأهلي فاز ليه، وهل كان ممكن يجيب أهداف تانية ولا لا. لازم تفهم، انت طالما انت اهلاوي لازم تعرف الملخص بقى والقصه كامله، والاهلي هيعمل ايه الماتش الجاي بالتشكيله والشكل اللي لعب بيه الماتش ده. اولا الناس كانت بتقول مشوا بقى المدرب كولر ياما عليه كده ومش عارف ايه. كولر عمل ماتش مش عاوز اقول لك تقليدي زي ماتش الزمالك بالظبط. قال للعيبه اهجموا لان طلائع الجيش داخله عشان هي تهجم، فايه اللي حصل؟ العكس بقى صحيح. الاهلي ضغط من اول المباراه وهو ضاغط ضاغط ضاغط. كم هدف بقى المفروض كانوا يتحسبوا؟ ادا واحد، وسام ابو علي، حسين الشحات، مش عارف مين، اهداف كتير جدا. يعني المفروض الاهلي كان طلع من ماتش زي ده بخمس اهداف، مش باتنين، بخمس اهداف، وانا هتحاسب على كلامي ده. خمس اهداف طلع بهدفين. وهدف ضربه الجزاء ده ما تحسبهوش، لان انا شايفها ضربه جزاء اصلا غير صحيحه. وبعدين هو اللاعب طلع الكره بعيد، طب تحسب له ضربه جزاء بناء على ايه؟ انا من وجهه نظري ان اللاعب طلع الكره برجله، بتحسب له انت ضربه جزاء بناء على ايه؟ لو مثلا هو كان وقع اللاعب الاهلي والكوره فضلت زي ما هي او ما لمسش الكوره كنا قلنا ماشي. اما ضربه جزاء يلا هو برضو من حظ مروان، يبقى كده جاب له هدفين من مسيرته من 104 هدف، من 104 مباراه، يعني هدفين. لاعب برضو ما سددش. بس الغريب في الامر ان الاهلي لعب وما اداش فرصه ولا حتى فرصه واحده بس للطلائع ان هو يحاول. كان الاهلي ضاغط 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 بس بلا معنى. انا دلوقتي شطت كوره، يعني والكوره اللي جت في العارضه بتاعت وسام دي اقسم بالله انا لو مكان وسام افضل مصدوم. هدف المفروض هدف، ما جاتش هدف. ده لعب وده لعب ولعب. فالاهلي التمريرات متقنه، ولكن هو ما كانش فيه توفيق. والهدفين يعني هدف جريديشار كويس خالص، بس برضو يعني انت ما تفرحش بالهدفين يا حبيب قلبي، والتشكيله بتاعتك بتضغط بدون عنوان، بتلعب بدون عنوان. الشخصيه موجوده بس اللعب مش هو. يعني طلائع الجيش كان بيلعب فريق متواضع جدا 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 جدا، وشايف ان الاهلي فريق كبير. يعني الاهلي انا شايف من وجهة نظري ان هو فاز 1-0 بالعافية بعد الافلام اللي عملها والتمريرات والتسديدات والحوارات. فهو انا بالنسبة لي ان هو فاز 1-0 بالعافية. ليه؟ لانه بيلعب بدون عنوان. التشكيلة مش موجودة وحاضرة، بس مش منظمة. الاهداف اللي ضاعت واللي اتهدرت من اللعيبة يتحاسبوا عليها. تشط كوره وانت بتشوطها عارف انت بتعمل ايه، بس باختصار شديد. اما بالنسبه للاهلي فهو لعب ماتش ما اداش فرصه واحده للطلائع ان هو يسدد ولا ان هو يحاول ولا ان هو يروح اصلا للمنطقه ال 18 بتاعه الاهلي. فرص بسيطه جدا لا تذكر. اما الاهلي كان متمركز في منطقه الطلائع ما بيطلعش منها، بس بيطلع منها. طب اطلع منها بهدفين ثلاثه، اما تطلع لي منها بهدف يبقى انت كده يعني لعبت بشخصيه حلوه، بس مش ده المطلوب، مش ده الاهلي. الاهلي المفروض يلعب بشخصيه، يجيب له 3 4 اهداف لو المباراه مفتوحه. يا عم انت طالع الجيش سايب لك المباراه، طلع تجيب لي هدف. سيبك من ضربه الجزاء دي اللي ما تتحسبش. انت اهلاوي وفاهم يا عم الكلام ده، وانا مش زملكاوي، انا بحكي لك بس اللي حصل. فيعني ما هو هدف الاهلي طلع بهدف. طبعا بقى الاهلاويه اللي بيشجعوا كده يقول لك ده جاب هدفين. يا حبيبي جاب هدفين، هو هدف اللي جه. جراديشار لاعب محترم وتمريراته وتسديداته محكمه، سدد التمرير عارف هو بيعمل ايه. الاهلي فاز 2. انا فرحان لمروان عطيه صراحه، واتمنى يجيب 10 اهداف. يعني لما يكملوا 107 مباراه يكون جاب 10 اهداف، اتمنى. ومبسوط جدا جدا ان الاهلي سايب له الفرصه وعمال. بس انت جاي في يعني ليه الاهلي سايبه في الاواخر كده؟
بعد 107 هدف لسه فاكره وتخليه يسدد لي ويلعب؟ طب ما هو من زمان كنت خليته يلعب ضربات الجزاء كلها. بس مشكله مروان عطيه انا مش موفق في ضربات الجزاء، تلاقيه بيشوطها في النص ممكن يضيعها، فعشان كده بيخلوا اي حد تاني يشوط. يعني امام ممكن يضيعها يقول لك عادي مره كده ومره كده. اما الاهلي لعب ماتش الى حد ما جيد، ما تفرحش بضربه الجزاء، ما تفرحش بهدف جراديشار، لان انت عندك لعيبه تانية تاكل الزلط، لعيبه ما عملتش اي حاجه، لعيبه حاول ده يشوط وسام ابو علي يشوط وده يشوط، بس الكره اللي بتتشاط في المرمى بدون معنى اعرف ان اللاعب بمعنى صح كده بيجلون بالبلدي كده، يعني داخل ايه يعك وليس كله كويس. اما المفروض التمريره تمريره في تمريره بهدف، اما تمريره في تمريره بكره بره، يبقى انت كده ايه في اهمال في الملعب، والشخصيه مش ظاهره يعني. بس ده باختصار شديد ماتش الاهلي وطلائع الجيش.